السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ الجزء الثاني لدرس موقع ومظاهر سطح قارتي آسيا وأوروبا. في الجزء الأول اتكلمنا عن موقع قارة آسيا وأهميته، في الجزء ده هنتكلم عن موقع قارة أوروبا وأهميته. طبعا هندرس الموقع، يعني هنتكلم عن الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. بالنسبة للموقع الفلكي لقارة أوروبا يا سنة تانية، هنلاحظ من الخريطة بتاعتنا إن أوروبا بتمتد بين دائرتي عرض 36 ل 71 شمالا. نلاحظ حاجة سنة تانية، إن الاتنين الدرجات دي او دوائر العرض دي الاتنين شمال خط الاستواء، يعني قارة اوروبا بتقع باكملها في النص الشمالي للكرة الارضية. طيب عايزين نلاحظ كده خطوط الطول اللي بتمتد او شرقا وغربا لقارة اوروبا، فهي بين خطي طول 66 شرقا الى 25 غربا. وبالنسبة لقارة اوروبا هي بتمر بيها دائرة عرض رئيسية اللي هي الدائرة القطبية الشمالية، والخط الطول الرئيسي طبعا كده بالطول هو خط جرينتش اللي بيمر بقارة أوروبا. يعني دوائر العرض 36 71 الاتنين شمالا. هي موجودة فين؟ موجودة بالكامل في النصف الشمالي للكرة الأرضية. طب بالنسبة لخطوط الطول 66 شرقا إلى 45 غربا. هنا في خطوط الطول في شرق وغرب. ليه؟ لأن في خط في المنتصف مارر بقارة أوروبا اللي هو خط إيه؟ خط جرينتش. فعلشان كده بنذكر إن 66 شرقا و25 غربا. وبكده طبعا بيمر بقارة أوروبا دائرة عرض رئيسية هي دائرة القطبية الشمالية، وبالنسبة لنا كمان خط طول رئيسي وهو خط إيه؟ جرينتش. طيب بما ان قارة اوروبا بيمر بيها دائرة عرض رئيسية هي الدائرة القطبية الشمالية، فما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة اوروبا بالنسبة لدوائر العرض؟ برافو يا سنة تانية. طبعا بما انها اللي بتمر بيها دائرة عرض القطبية الشمالية، فهي ترتب على ذلك وقوع معظم القارة في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية من الكرة الأرضية. يعني قارة أوروبا كده بالكامل بتخضع للمناخ في المنطقة دي اللي هو المناخ المعتدل الشمالي للكرة الأرضية. طيب الجزء الثاني من الموقع أو دراستنا للموقع وهو الموقع الجغرافي للقارة. الموقع الجغرافي للقارة يعني هنلاحظ إن في الشمال إيه وفي الغرب إيه وفي الجنوب إيه وفي الشرق إيه. هنلاحظ من الخريطة بتاعتنا اللي هي الدليل الأساسي بتاعنا طبعا إن قارة أوروبا موجود في الشمال. برافو يا سنة تانية. المحيط القطبي الشمالي. طيب في الغرب المحيط الأطلنطي. طيب في الجنوب البحر المتوسط والبحر الأسود. طيب بالنسبة للشرق طبعا موجود قارة ايه؟ قارة آسيا. يعني أنا عندي في الشمال المحيط القطبي الشمالي، غربا المحيط الأطلنطي، جنوبا بحرين، بحر المتوسط والبحر الأسود، وفي الشرق لا عندنا هنا جارتنا قارة آسيا. طبعا لاحظ كمان ان قارة اوروبا دي بيمر بيها او بيحيط بيها كل المسطحات المائية من 3 جهات زي ما ذكرت، في الشمال وفي الغرب وفي الجنوب. اما الشرق دي قارة اسيا. وده رسم توضيحي كده للحدود او بما يحد قارة اوروبا او الموقع الجغرافي لقارة اوروبا. هنلاحظ كمان سنة تانية ان قارة اوروبا بتقترب من قارة افريقيا عند مضيق جبل طارق. وطبعا ناخد بالنا من نقطة هو تقترب وليس تتصل، يعني قارة أوروبا تقترب من قارة أفريقيا من خلال أو عند مضيق جبل طارق. طبعا بما اننا درسنا خلاص الموقع لقارة أوروبا، فأكيد احنا لازم ندرس ايه أهمية الموقع ده. فالأهمية لموقع قارة أوروبا بتكون من 3 جوانب: الاستراتيجية والاقتصادية والحضارية. الأهمية الاستراتيجية لموقع قارة أوروبا سنة تانية طبعا لأنها بتشرف على مسطحات مائية مهمة، وكمان ممرات ملاحية ليها أهمية استراتيجية زي مضيق جبل طارق اللي احنا ذكرنا ان هو بتقترب بيه لقارة أوروبا لقارة أفريقيا، ومضيق البسفور ومضيق الدردنيل. أما هنا سؤالي بما تفسر لموقع قارة أوروبا أهمية استراتيجية، ده ليه؟ لأنها تطل على مسطحات مائية مهمة منها البحار اللي احنا ذكرناها والمحيطات. طيب وإيه كمان؟ وبتشرف على ممرات ملاحية. الممرات يعني المضايق. طيب الممرات الملاحية اللي ليها أهمية استراتيجية كتيرة زي إيه؟ زي مضيق جبل طارق وزي مضيق البسفور وزي مضيق الدردنيل. طيب بالنسبة للأهمية الاقتصادية للموقع قارة أوروبا،
موقع قارة أوروبا أهمية اقتصادية لأن موقعها الجغرافي اللي بيحدها في كل الاتجاهات ده ساعدها على وسهولة التواصل الاقتصادي بينها وبين كل قارات العالم. أما موقعها الفلكي اللي هو وقوعها في درجات أو في دوائر عرض معينة ده ساعد على تنوع مناخها. فهنا سؤالي كمان، بما تفسر لموقع قارة أوروبا أهمية اقتصادية كبيرة، ده ليه؟ بسبب إن في موقعها الجغرافي ساعد على الوصول على سهولة التواصل الاقتصادي بينها وبين قارات العالم. أما الموقع الفلكي ده ساعد على تنوع مناخها. أما الجانب الثالث لأهمية موقع قارة أوروبا وهو الموقع نفسه لقارة أوروبا ليه أهمية حضارية. ليه؟ لأن طبعا في قارة أوروبا نشأ عديد من الحضارات زي كده الحضارة اليونانية القديمة. نركز سنة تانية، الحضارة اليونانية القديمة والحضارة الرومانية القديمة، ولكن إيه الجديد؟ الحضارة الغربية الحديثة اللي شهدت فيها ثورة علمية وصناعية. الكلام ده ايه؟ حديثا. انما بالنسبة للحضارات القديمة فاحنا عندنا في اوروبا بس حضارتين، الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية، الاتنين من القدم. ولكن الحضارة الغربية الحديثة دي اللي هي فيها الثورة العلمية والصناعية اللي موجودة حاليا في قارة أوروبا. دي بالنسبة للأهمية الحضارية. هنا كمان بما تفسر لموقع قارة أوروبا أهمية حضارية، ده بسبب نشأة عديد من الحضارات مثل الحضارة اليونانية القديمة والحضارة الرومانية القديمة، وكمان حضارة غربية حديثة اللي هي شهدت الثورة العلمية والصناعية. طبعا لسه متبقي معانا جزء من الدرس، ولكن علشان الفيديو ما يكون كم كبير عليكم فاحنا خلاص هنجزأ الدرس بتاعنا ل3 أجزاء. ده الجزء الثاني، انتظرونا في الجزء الثالث ان شاء الله للفيديو ده. سنة تانية اتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين جرس الاشعارات للكل علشان يوصلك كل جديد بالنسبة للمنهج بتاعك، سواء كانت مراجعات او حتى الأسئلة اليومية اللي بتنزل بشكل يومي على منتدى القناة. وما تنساش تشارك كل فيديو من دروس المنهج بتاعك مع أصدقائك، وده علشان تعم الفائدة على الكل. أستودعكم الله.